ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم فيديو جديد وروتين جديد. طبعا انا بقالي كتير ما نزلتش فيديو روتين، بنزل فيديوهات بتبقى قصيره. النهارده بقى معانا فيديو روتين، الفيديو هيعجبكم جدا وهتاخدوا منه طاقه ايجابيه. يلا بقى حطي لايك للفيديو، لو اول مره بتشوفيني تابعيني واشتركي في القناه عشان كل ما اعمل فيديو جديد يوصلك اشعار بيه. ويلا نبتدي الفيديو بتاعنا. زي ما شفتوا معايا كده في بداية الفيديو، بحب ان انا اغير النتيجة بتاعت اول كل شهر معاكم. شهر 12 من الشهور المفضلة جدا عندي، ده غير ان هو اخر شهر في السنة، فكلنا طبعا بنستنى الشهر دوت. فربنا يرزقنا خير الشهر دوت والشهور اللي بعده، ويكفينا شر وشر الشهور اللي بعده. ويا رب كل احلامنا تتحقق في نهاية السنة، ونبتدي السنة الجديدة كلنا كده فرحانين ومبسوطين ومحدش شايل هم اي حاجة. زي ما شفتوا معايا كده حضرت فطار، عملت سندوتشات كبده اسكندراني، وزي ما انتم شايفين كده هجرب النسكافيه اللي هو بتاع مصر كافيه. طبعا انا جبت كيس قبل ما اجيب العلبه على بعضها، وعايزه اقول لكم ان طعمه حلو جدا. ما تمشوش ورا كلام الناس اللي بيحبطوا يقولوا طعمه مش عارف ايه، استغفر الله العظيم. لا بجد طعمه حلو ومفيش فرق كبير قوي يعني بينه وبين النسكافيه. عادي حلو، مش يقضي الغرض وبس، لا هو حلو. فاللي عايز يجربه جربه في كيس زي ما انا ما عملت كده، هتلاقوا طعمه حلو. المهم بقى كده هفطر وهننزل السوبر ماركت بما اننا في اول الشهر، وهتكلم معاكم في اهم البدائل لاهم حاجات احنا بنستخدمها في البيت. المهم بقى لو لسه ما حطيتليش لايك، حطي لي لايك للفيديو. عايزه اقول لكم ان انا ما بقيتش انزل روتينات من كتر ما مفيش تفاعل. بصراحه بقيت ازهق وبقيت اتخنق ان انا اصور فيديو اصلا. المهم اول حاجه نشوفها معانا بديل اللبن البودر. شركه لاتاريا ديت شركه ممتازه جدا، وهي البديل لنسلة او نيدو او اي لبن بودر بقى انتوا بتستخدموه. وطبعا بديل الجبنه كان مزارع دينا، والنوع دوت نوع ممتاز جدا. ويندر عايزه اقول لكم ان هي اكتر من ممتازه، تحفه تحفه تحفه، مفيش فرق خالص بينها وبين النوتيلا الاصليه. طبعا فاين فوز وماجي معانا طبعا المقاطعه، فالبديل ليهم كان شيفي. وعايزه اقول لكم بقى ان شيفي فيه منها كل انواع التوابل اللي ممكن تحتاجوها: مرقه دجاج، لحمه، فراخ، تتبيله الشوي، تتبيله الفاهيتا، تتبيله كفته الحياتي، البرجر، كل انواع بقى التتبيلات اللي ممكن تخطر على بالكم هتلاقوها. فطبعا شركه ديرين برضو في منتجات كتير منها، انتوا لو ركزتوا عليها مش هتحتاجوا اي حاجه تاني من بره. وطبعا البديل لشركة هاينز كان جود فريندز، في منها كل الصوصات اللي ممكن تحتاجوها، في صوصات كتير جدا وانواع كتيرة جدا. جنة هي البديل لزبدة فرن. وطبعا انتظروا مني بقت سلسلة البدائل، وانا بتسوى بقى حاجة الشهر كده هصور لكم البدائل عشان في ناس كتير جدا بتتلخبط ومش عارفين يبداوا الموضوع ازاي او يشتروا ايه وما يشتروش ايه. طبعا الموضوع سهل وبسيط وكلها حاجات تافهه. الحاجه زي ما قلت لكم قبل كده اللي ملهاش بديل ممكن تستغنوا عنها تماما، مع ان كل حاجه ليها بديل. والله الحاجات ممتازه جدا وحلوه، احنا مش عارفين ليه كنا عاملين كده في نفسنا. تعالوا بقى نيجي للدوامه اللي ما بتخلصش دي. احنا حياتنا في الشتاء بقت عباره عن غسيل بقى، يعني غسيل على الحبل. زي ما شفتوا اول حاجه غسيل بيتفضى من الغساله، وغسيل اتحط في الغساله. دي اول خطوة اهي. يعني بصوا بجد الواحد مش عارف يعمل ايه في غسيل المواعين وغسيل الهدوم في الشتاء يعني. المهم ادي غسيل طبعا اتلم ما تصورش معاكم، وعايز يتطبق معاه غسيل تاني كان ملموم عايز يتطبق، يعني ما اتطبقش اصلا من امبارح. مش عارفه مين اللي بقيت كسوله كده ليه. المهم هنشجع دلوقتي مع بعض ونعمل كل حاجه. الغسيل بيتنشر، وطبعا اللي في الغساله هتخلص وهيتنشر برضو. فبجد الغسيل في الشتاء حاجه صعبه، الهدوم ما بتنشفش بسرعه، ده غير ان الهدوم الشتويه اصلا بتاخد مكان كبير في الغسالة، فبالتالي تلاقونا بنغسل كل يوم وساعات مرتين في اليوم وتلاقوا الهدوم ما بتخلص. تعالوا بقى نتكلم عن روتين اول الشهر. طبعا روتين اول الشهر لازم تجيبي ورقة وقلم وتكتبي خططك للشهر، تشوفي انت محتاجة تشتري ايه او تنجزي ايه في الشهر دوت. طبعا في بداية اول كل شهر لازم بقى نروح الماركت، الجزارة، محلات الفراخ، وكمان الاسماك، السوق، الفواكه، في حاجات كتير بنحتاج ان احنا نشتريها بقى، تموينات وكل حاجة. انا طبعا ما بخصصت ميعاد معين لشراء الحاجات، بس اوريدي اول الشهر ببقى محتاجة حاجات كتيرة. بس طبعا الحاجة اللي بتخلص بشتريها اول باول، الحاجة اللي بتتأجل لاول الشهر او ينفع ان هي تتأجل بأجلها. ففي اخر اي شهر لازم اقوم بروتين كده ايه سريع. طبعا لازم الشقة تكون نظيفة، لان الاسبوع دوت باخد كده شراء حاجات بقى، بتسوق كده وبشتري الحاجات، فما ببقاش فاضية ان انا اعمل حاجة في البيت.
المهم بقى تعالوا نشوف كده الروتين سريعي كده، مش هياخد وقت خالص. طبعا لفيت كده على البيت، شفت ايه اكتر اوضه محتاجه روتين، ولقيت هي اوضه الليفينج. جبت الزرعه ديت غسلتها كده بالميه. طبعا كنت بعمل الشغل دوت وانا بعمل الغدا، اللي هو قبل الغدا غسلت المواعين كده، والمطبخ بقى جاهز ان انا احضر الغدا. رحت بقى قلت ايه، امسك الاوضه اعمل فيها روتين سريع كده، وهكذا كل الاوض بقى، انتوا فاهمين، بحيث ان اول الشهر يجي البيت يكون نظيف كده يعني. لو وصلت معايا لحد المقطع دوت حطي لي اللايك واكتبي لي كده تعليق تشجعيني بيه. وهمسك بقى البراويز ديت المعها كده، بلمعها عادي بفوطه، يعني عارفين انتوا شبه منديه كده، مش مبلوله خالص يعني، مبلوله حاجه بسيطه جدا، منديه يعني. المهم بلمعهم كده، بمشي بيهم بالفرشة دي، هي الظهر بتاعها ليه شراشيب كده، بيشيل اي اتربة او لو في حاجة معلمة فيهم بتتشال. المهم هاخدهم كلهم كده ايه تلميعة سريعة. وطبعا همسك بقى الركنة انفضها تنفيضة حلوة، واشفط بقى الأوضة كده بالمكنسة. ودوت يعتبر روتين سريع في الأوضة بتنضف فعلا وبيبان عليها كده النظافة، خصوصا لما بنشيل التراب اللي موجود مثلا على الزرع، على الترابيزة تتلمع، لو في رفوف تتلمع، اي حاجة بقى عايزة تتلمع. المهم بعد ما نفضت بقى الركنة هبتدي ان انا ارص المخدات بتاعتها. عايزة اقول لكم في الفيديو الجاي ان انا جايبة كوشنات جديدة للركنة وللانتريه، حاجات بقى كده شتوية والوان ايه حلوة جدا هتعجبكم. عايزه اقول لكم على حاجه، اللي ناوي يشتري كوشن ابعدوا عن اشكال كريسماس خالص، احنا ملناش علاقه يا جماعه بالحاجات ديت، اشتروا الاشكال العاديه اللي هي بتاعتنا، ملناش دعوه خالص بالاشكال الترنديه بتاعت الكريسماس دي. احنا مسلمين، ما ينفعش ان احنا نشجعهم ونشتري حتى الحاجات دي لاطفالنا او لينا او للبيت او لاي حاجه. المهم بقى طبعا كنست الارض ولمعتها، وهنا بقى فرشت السجاده، وده كان الروتين بتاع النهارده.